بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل بقى النهارده كده صينية بطاطس باللحمة بتاعت زمان، وطبعا بقى اظبط الصوص بقى بتاعها في الصينية اللي هيخليها بقى تتاكل كلها وما يفضلش منها ولا حاجة. اول حاجة بقى هنا جبت قطعة اللحمة بتاعتي، شوفي انتي بقى الكمية اللي انتي عاوزاها، وجبتها قطعتها كده مكعبات. انا قطعتها مكعبات صغننة عشان بحبها كده، يعني مش صغيرة او نص نص، انت شوفي التقطيعة اللي انت حباها او اللي تناسبك واعمليها. انا بحبها كده القطعة دي عشان تشرب كلها كده من الصوص يبقى طعمها جميل. حطيت عليها معلقة صغيرة كده من السمنة. اول حاجة جبت الاول طاسة او حلة زي ما انت عاوزة، سخنيها قوي وعلى نار عالية كده، حطي بقى اللحمة تتشوح تاخد بقى لون كده من كل جنب، وحطيت عليها معلقة صغننة من السمنة ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وتمسكيها تشوحيها خالص لغاية ما تاخد لون كده زي ما قلتلك. وتعملي بقى بصلاية كده صغننة، تقطعيها كده مكعبات صغننة وتنزليها على اللحمة، وهديها بقى اكمل برضه تشويحها كده على نار عالية. وهحطلها كده فصين من التوم، يعني اختياري، لو عايزة تضيفيها ضيفيها، مش عايزة بس بتبقى حلوة مع البطاطس. اول كده اما اشم ريحة كده التوم طلعت، اقوم رايحة حاطة 4 كوبايات من عصير الطماطم، وحطيت معلقة كده من الصلصة عشان اللون بتاعها عذرا. وبعد كده قمت رايحة حاطة 3 كوبايات من المية السخنة، غطيتها كده وسبتها بقى مع نفسها تستوي. اول لما استوت خالص، يعني تستوي 100%، يعني طلعها تلاقيها استوت خالص. وطبعا لو احتاجت مية وهي بتستوي يبقى زوديها، ما احتاجتش خلاص استوت خالص بقى تمام، يعني بقوم رايحة حاطلها الملح بتاعها واسيبها بقى تغلي شوية بالملح عقبال ما نقطع الخضار بتاعنا. قطعت البطاطس حلقات كده زي ما انتوا شايفين، متخليهاش رفيعة، خليها تخينة سنة. وقطعت الفلفلاية كده رومي، قطعتها برضو شرايح. ومسكت بصلتين كده كبار، قمت رايحة بشرهم عشان ده اللي هيعمل الصوص الحلو. سر الصوص بتاع الصينية بتاعة البطاطس هي البصل اللي انت بتبشريه. بشرت البصل وقمت رايحة بقى حاطة عليه فلفل اسود، وحطيت ملح، وحطيت كمون حلو قوي برضو في صينية البطاطس. همسك بقى ادعك البصلاية كده جامد كده بالتوابل، واقوم رايحة بقى جايبة صينية واحط البصل بقى كده فيها وافرده بقى عشان الصوص كده يبقى في كل الصينية. فردتها، بمسك البطاطس برضو افردها او ارصها كده عشان الصينية بتاعتنا تبقى مية مية. ومسكت الفلفلاية برضو قمت رايحة فردها كده زي ما انتوا شايفين. وهنزل باللحمة اللي احنا استوت بقى خالص يعني. بعد ما نزلت باللحمة هنزل بقى بالصلصة عليها، واديت لها في الوش كده رشة فلفل اسود، وهدخلها الفرن بقى متولع درجة حرارة 200، واحطها في النص لما البطاطس تستوي. طبعا احنا عندنا اللحمة مستوية وزي الفل، فعندنا بس استنى اما البطاطس تستوي ويبقى كده تمام. عقبال ما البطاطس تستوي هي اخدت لون لوحدها، لان طبعا الفرن عالي، فاستوت البطاطس واخدت لون كمان من الوش. لو استوت معاك البطاطس وما اتحمرتش يبقى ولع عليها الشواية تتحمر. واحنا بقى مستنيين كده البطاطس تستوي والصينية تتحمر، هقوم رايحة غاسلة بقى معاكم كده المواعين. وهي عملت جنبها طبعا رز بالشعرية، بس طلعت تحفة وجميلة بصراحة. الطريقة دي هي مفيش شوربة، بس الطريقة دي فيها تحفة، لان لما بتستوي كده في الصلصة بتبقى اجمل بكتير. بس اغسل بقى معاكم المواعين وهعمل الرز بالشعرية عشان يبقى كده خلصنا المطبخ وشطبنا وعملنا الغدا. يلا بقى تشجعوا وشوفوا اللي وراكم واعملوا غداكم وخلصوا اللي وراكم. بس كانت بقى الصينية خلصت عقبال ما لا سبتها شوية طبعا،
وخلصتها، وبألف هنا على قلبكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وجربوها وقولوا رأيكم. وفي آخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.